أسود الأطلس، أسود الأطلس حق إنهم لبؤات الأطلس. هذه المرة المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم داخل القاعات للسيدات سيواجه إسبانيا، وذلك برسم الربع نهائي كأس العالم التي تقام حاليا بالفلبين للفوتسال. إخواني الكرام، أخواتي الكريمات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا من جديد حيث موجز أخبار الكرة لليوم. المنتخب الوطني المغربي اللبؤات استطاعوا أن يتأهلوا كثاني المجموعة الأولى بستة نقط بانتصارين في الجولة الثانية على الفلبين والثالثة على بولندا. أما إسبانيا فقد تأهلت كمتصدرين للمجموعة الأولى، المجموعة الثانية بتسعة نقط بثلاثة انتصارات قبل ذلك. إخواني الكرام، أخواتي الكريمات، إذا كنت جديد معنا في القناة لا بأس ما تبخلش نضغط على زر اشتراك وخليوا لنا تعليقاتكم المحفزة لقناتنا المتواضعة، وكذلك محتاجين لايكاتكم لهذه القناة. بسرعة نعود للموضوع. إذن اللبؤات الأطلس المنتخب الوطني المغربي سيواجه إسبانيا، وذلك برسم ربع نهائي كأس العالم للسيدات فوتسال بالفلبين. كل هذا سنعينه في أمس يوم الاثنين الفاتح من دجنبر ابتداء من الساعة 1:30 بتوقيت المملكة المغربية الشريفة، وتنقل المقابلة على قناة الرياضية TNT 3 HD وكذلك على قناة الفيفا لليوتيوب. لم يبقى لأخوتي أخواتي إلا أن أشكركم جزيل الشكر على وفائكم. إلى اللقاء.